ازيكم يا شباب. هنتكلم النهارده عن حاجه كده احنا فاكرينها من كتر بقينا بنسمعها ان هي حاجه عاديه، اللي هي دهون على الكبد. يا عم ده انت عندك شويه دهون على الكبد، إيه؟ لا ده انا عملت سونار على بطني وطلع فيه شويه دهون على الكبد. ده انت عندك كرش كبير. طب اولا، وجود كرش كبير في منطقه البطن، ماشي، بالاخص لو انت حاولت تخس وما خسيتش، ده بيخلينا نفكر في حاجه اسمها انسولين ريسيستنس، مقاومه الانسولين. وده مش حاجه عاديه، ده مرض وليه اعراض وليه سيمتومز، من اهمها وجود دهون حشويه اللي هي الدهون اللي حوالين منطقه البطن. طيب، الدهون اللي على الكبد دي مع الوقت اللي احنا بنستهتر بيها دي بتبتدي تعمل تليف ببطء. يبقى دهون الكبد اللي هي الفاتي ليفر، يعني دهون على الكبد، بتبتدي مع الوقت تعمل مع عبر السنين تغير، تليف في الكبد، ليفر سيروزيس، يعني اكن عندك فيروس سي مثلا، ماشي، والفيروس ده بيعمل لك كومبليكيشن، مضاعفات، بيعمل لك سيروزيس. اهي الدهون اللي انت مستهتر بيها دي بتعمل لك سيروزيس، بتعمل لك تليف. يبقى لازم اظبط مستوى الدهون بتاع الدم بتاعي، ولازم الدهون اللي في المناطق الحشويه تخس. وطبعا انا اول واحد بحاول اخس، خسيت، بس لسه بقى بحكي لكم تجربتي مع الخسسان، ماشي. بس هي لسه دي اكتر منطقه، ودي اصعب من اصعب منطقتين ان هم يخسوا، الدهون اللي في الارداف والدهون الحشويه عند الانسان اللي هي الدهون اللي في منطقه البطن، بس لازم يخسوا. يبقى اول حاجه رياضه. اتنين، بعمل ليبيد بروفايل، تحاليل كامله عن مستوى الدهون في الدم، واشوف، اعرضها على طبيب مختص اشوف هل انا محتاج علاج ولا لا. باخد اوميجا 3 و6 و9، ماشي. باكل دهون صحيه، هتلاقيها في الاسماك بالذات، ماشي. بتاكد ان الغده الدرقيه بتاعتي سليمه عن طريق ان انا اعمل تحليل تي اس اتش. يعني دي بعض الحاجات المهمه قوي كده في حته الدهون على الكبد. فالدهون على الكبد شكوى ما نستهترش بيها، وما نتعاملش ان هي حاجه عاديه، وما نتعاملش ان احنا نعيش بيها، لان هي حاله مع الوقت بتسبب خمول وكسل وتليف في الكبد. تابعونا وان شاء الله تجدوا معلومات تفيدكم.